فهنختار واحد من التمبلتس مثلا ده وفري اهوت يعني مش بيد، ولا مثلا ده اهو روش برضه. هناخد ده ونشتغل عليه. مش مشكله بقى نغير، بس يعني اني هاو اصلا اي ديزاين في الدنيا عباره عن في مجموعه من الكومبوننتس، في شويه عناصر كده فيه. صوره زي ده كده، وغالبا بتبقى صوره يا البطل بيستخدم المنتج يا المنتج لوحده، يا ده يا ده. وتكست بيكون فيه الرساله بتاعتنا، او ممكن نسميه الكابشن اللي هو الرساله اللي احنا عايزين نقولها للجمهور. ولوجو البراند. وعارفين شويه بهارات كده، عارفين التوابل حطها كتير في الاكل ولا قليل؟ قليله يعني. توابل كده، كيلو الفلفل، كيلو الكمون، كيلو الفلفل، وكيلو الزيت غاليه، والحبهان الحاجات دي غاليه، والمستكه، فبتحطي قليل عشان الطعم يظبط، بس من غيرها الطعم ما يظبطش. بس مش يعني تحطي رز قد كده وشويه فلفل قد كده. فالحاجات بقى اللي هي زي شايفين الورقه المقطوعه دي مثلا، البيضه دي، النقط دي، الاسهم دي بقى هنا اسمها ايه؟ توابل، يعني بنسميها التوابل يعني. ماشي. انا ممكن ابدا اخد تمبلت واعدل فيه، وده اللي انا عايزكم تبتدوا بيه في الاول. ليه؟ عشان احنا مش دارسين التصميم ده له، والتوزيع العناصر له فن وعلم وزوايا، وحاجه اسمها النسبه الذهبيه والريشيو جولدن ريشيو، في حاجه كمان اسمها قاعده التلت والتلت، يعني في قصص كبيره كده. هو كانفا بحقق بقى الموازنه دي والمعادله دي من غير ما انا اتعب نفسي او اهبط يعني. ممكن ادخل على كانفا واروح وتاخدني واروح اعمل تصميم شكله يطلع وحش. اللي عايز شكله يطلع كويس، بمعنى ايه؟ انه الناس بتقلب في فيسبوك تقف عند الديزاين، في حاجات بتخطف عينهم، فلازم الشكل ده مع الكلام ده، الالوان نفسها. طب اللوجو هنا لونه ايه؟ فهو بالتالي ايه من ضمن الحاجات اللي موجوده في التوزيع؟ والاصفر ده او اللون الاورنج ده. فالحاجات دي كانفا في التمبلتس بتاعته اوريدي محققها لي ان انا اتعلم واعمل حاجه شكلها كويس. بعدين في الماضي يعني في المستقبل يبقوا اقعدوا اعملوا الحاجات دي على هواكم وعلى مزاجكم، لان هي موجوده فين؟ في elements. يعني الحاجات الصغيره الكتير اللي موجوده في الصوره دي، صوره الراجل اللي ماسك الدمبل وكلمه مش عارف ايه، موجوده فين؟ elements دي موجود فيها حاجات بقى، بني ادمين ومثلثات واسهم وبتاع. طب الكتابه اهي من تكست، اقدر اكتب اللي انا عايزه برضو من التكست ده. فالتمبلتس هي حاجات جاهزه كولكتيف كده، شيله. لكن العناصر الوحدانيه الفرديه موجوده فين؟ في elements وفي تكست. ماشي. ايفن كمان لو انا عايز ارفع حاجه من الكمبيوتر بتاعي، بتيجي منين؟ ابلودز او من على الموبايل. يعني انا في صوره اللوجو مثلا ولا صوره السماعه دي الراجل مصورها لنا في الشركه وقال لنا اعملوا بيها الايه، فنروح واخدينها رافعينها من على ايه؟ ابلودز. ماشي. نرجع بقى ناخد الايه اللي بتاع ده تاني ونكبر كده عشان نعرف نشوف. بس هل انا مثلا هكلم الجمهور بقى بالعربي ولا بالانجليزي مثلا؟ يبقى حسب المستهدف. احنا في مصر عاده من المستهدف بنكلمهم ايه؟ ماشي. اروح انا بقى، هل اقدر اغير الكلام ده من انجليزيه الى العربيه؟ يمكن لا. في بعض ما بتعاملش العربيه مثلا ايه، احنا هنقول ان هو كده كان شيب يور بودي مثلا ايه، العب يبقى انا بعمل دبل كليك كده على التكست، وبعمل على التاني برضو كده العبها بحماس مثلا. باظت. نعمل ايه؟ في بالعربي في لا، هنصور الفونت من هنا. انا هنا ندايس على ايه؟ تكست. انا بدأت بالتكست الاول. وعادة برضو لما نيجي نفهم، احنا الصورة دي اصلها معمول حاجة في التاكتكس بتاعت البلان بتاعتنا اسمها كونتنت كالندر، زي الجدول كده بتاع الايام ولا الاسابيع ولا المحاضرات ولا الحصص في المدرسة او كده. فانا عارفين ان احنا المفروض نعمل بوست هننزله مثلا النهاردة مثلا يوم 2 مارس، هنقول فيه العبها بحماس وحرفان مثلا. فبنكتب الاول، وبعدين بيجي الجرافيك ديزاينر بقى يعمل ايه؟ العبها بحماس وحرفانه دي يروح مصمم او يجيب لها صور يركبها عليه. فاهمين قصدي؟ يعني مثلا لو انا مثلا بتكلم على ايه،
وجبه تشبعك، بروح رايح جايب صوره واحد مثلا ايه بياكل كده يعني، حاجات زي كده. فالكتابه بتتحط وبعدين احاول اجيب الصور اللي تخدم عليه. فانا هصغر، انا هنا لما بدايس على التكست كده العبها او بحماس ممكن اصغر منين؟ من هنا لحد اما ايه؟ مش عاوز تظهر، عاوز عايز تظهر من هنا. صغرت والله. الجنب دي ممكن توسعها شويه. خدني واحده واحده. خدني واحده واحده. هنيجي مثلا هنا وحرفنه مثلا، مش قلنا كده؟ حمرفنه، لا حرفنه بس، حرفنه برضو ضربت مننا. فممكن اعمل كده او اروح كاتب هنا دايركتلي ان هي كام مثلا 100 مثلا، او عندي بقى التكست بوكس ده لو انا ماسكه كده اهو من شايفين المربع اللي انا ماسك منه من عند الدايره كده اللي في النص، يكبر كده يعمل ايه؟ خد بالك هو بيكبر ويصغر بالايه؟ بيكبر ويصغر دلوقتي بنفس الاسبكت ريشيو، نسبه الطول للعرض. لكن لو انا جيت بقى زنقت كده لميت من هنا، ايه اللي بيحصل؟ بيقص، بيكشكش الحاجه. يبقى انا اقدر اوسع كده الدنيا، اوسع السطر كده لو انا عايز، واصغر الموضوع كله او اكبره لو انا ايه، لو انا حابب. طيب الفونت بقى الثلاثه دول اصلا ممكن اعلم عليهم الثلاثه كده يعني. الفونت ده اسمه زوم، ما اعرفش ايه زوم. افرض انا عايز مثلا فونت تاني اهو، يبقى السايز هنا والنوع الفونت نفسه هنا. عندهم فونتات لطيفه، في واحد انا اسمه مثلا ده مثلا، اقعد ادور بقى لو انا عارف فونت مثلا معين استخدمه. ماشي. فونتات السوشيال ميديا عاده تكون بولد مش رفيعه، ودوريات، يعني حروفها دائريه مش حاده، مش بزوايا حاده. ده ينفع الزوايا الحاده دي في الحاجات الفنيه بقى او في كتابه في الوورد ولا كده. لكن هنا بص الفونت عشان يبقى مقري، مع الاعتبار ان معظم الناس بتستخدم السوشيال ميديا من التليفون، فبنحب الفونتس تكون البولد اللي هي بكيرفز، يعني مش شارب ايدج. طيب قلنا فاضل نعمل ايه مثلا؟ الراجل ده هنسيبه كده دمبلز ولا احنا في تنس؟ يبقى نشيله. شيله ازاي؟ انا كده كنت معلم على التكست ده، كده انا معلم على مين؟ والله اجرب، يمكن تطلع مش الصوره، بس انا عملت كده دلت، عملت ديليت، فراح شايل مين؟ الصوره. عايز اروح اجيب صوره ايه بقى؟ تنس بقى مثلا. هلاقيها فين بقى الصوره بتاع التنس دي؟ هفترض ان احنا هنلاقيها في elements، وممكن في الخطوه الجايه لما نيجي نعمل الفيديو انا ممكن ادور في الاليمنتس هنا اللي هي المكتبه دي ما الاقيش الصوره او الحاجه اللي انا عايز استخدمها. هعجز؟ ها؟ فري بيك، برافو يا تغريد. ماشي ممكن فري بيك. اول هروح قايل له انا عايز واحد هنا ايه؟ تنس. ورينا يا عم تنس بتوع التنس اللي عندك. انت عايز تنس ايه بقى؟ يعني دايما يعني احس ان كانفا بيكلمكم. انا دورت على التنس. ايوه انت عايز ايه؟ جرافيكس اللي هي المرسومه ولا فوتوز؟ فوتوز. يبقى انا من الاول ممكن افلتر اقول له ايه؟ فوتوز. فوتوز. هحاول برضو نجيب واحده مش برو، رغم ان انا عادي يعني ممكن نستخدمها يعني، بس ندور على حاجه مش برو. مش برو. مش برو. طبعا لو انا حاولت ما ممكن اقول له هنا مثلا ايه؟ لو كتبت مثلا تنس ايه؟ يعني هيبتدي هو يعمل ايه؟ اكيد يعني يفلتر شويه. اقعد ادور بقى اهو، مش ده راجل بيلعب اهو؟ لا ده بفلوس. ماشي ده؟ ماشي نحطه. راح جاي انا حطيته يعني ايه؟ او هتلاقوني انا بقول كلمه نحطه او ناخده وانا بشرح، يعني بقى اعمل وان كليك على الايتم هنا، وان كليك. فكليك واحده بتروح عامله ايه؟ تنقله هنا. لو عملت كليك تاني هتلاقي انه بيتكرر، يعني ده بصوا بقوا كذا صوره. فطبعا لا انا عايز واحده بس، مش اكتر.
يبقى خدنا الصوره شكلها حلو كده، قميء اصلا وحش جدا، عامله زي طبع البوسطه كده. نرجعها ورا تبقى ورا ايه؟ ورا البهارات. طيب ماشي نجرب اهي. الاول همسكها كده، انا بمسك بالماوس وكليك شمال واروح ايه مثبت كده مثلا عشان تبقى من اول البتاع. عايز ارجعها ورا، عايز ارجع ورا دي بروح دايس على كليك يمين رايت كليك والاقي عندي حاجه اسمها ايه؟ لاير فوتوشوب. طبعا ايوه طبعا. الصوره دي بالمناسبه لما احنا جبناها من الاول كده او التمبلتس دي هي عكس الصور اللي بتبقى على السوشيال ميديا. يعني انا في السوشيال ميديا الصورة بتكون ده فيديو ده. الصورة دي صورة مصمطة لازقة في بعضها مفيهاش طبقات. يعني ما اعرفش احرك كلمة شورت وكلمة واي، ما اعرفش احرك، ما اعرفش اشيل صورة، هي صورة خلاص. لكن هنا في كانفا الصورة او الديزاين التمبلت اللي انا جبته ده لايرز زي طبقات المنديل كده بقى، بعرف احرك. يعني ممكن احرك حرفانة دي اجيبها كده، حرفانة دي اجيبها كده ارجعها، يعني اقدر العب في التصميم لان هو عبارة عن طبقات لسه. لما هسيبه كصورة يقفل يمسك في بعضه، بس هو لسه لحد دلوقتي حر ان انا اتحرك فيه زي فوتوشوب بالظبط. طب الصورة دلوقتي هقول له كليك يمين لاير سند تو ايه؟ ابعتها فين؟ باكورد ولا للباك خالص؟ باكورد يرجع لي واحده واحده، باك يرميها في الاخر خالص. في بقى حاجه كمان الطف اسمها شو لايرز، ورينا الطبقات اصلا وانا بقى هتفرج كده واشوف انا عايز احطها فين. هي فين؟ فين الباشا؟ فين الباشا؟ فين الباشمهندس؟ هي راحت فين؟ هي فوق اهي. انا عايز اعمل ايه بقى؟ ايه؟ امسكها كده من هنا، امسكها كده اهو واعمل ايه؟ امشي بيه، امشي امشي امشي. انتوا عايزينها فين؟ فوق خالص؟ تحت خالص؟ فوق خالص كده هتبقى على الوش خالص. بصوا هتخبي على كل حاجه. فوق الاسود يعني تحت خالص، بس الاسود ده الخلفيه فهتبقى كده. رجعت بعد الكلام والبهارات ولا ما رجعتش؟ اهو هي قدام الاسود بس، يعني ما وراهاش غير الايه؟ الخلفيه السوداء اصلا. بس هي برضو لسه شكلها حلو ولا وحش؟ لا مش في ممكن نشيل الابيض ده خالص. ممكن، عشان انا عندي كانفا برو. هروح واقف على الصوره كده واقول له ايه؟ سحر. بس ده موجود في كانفا اللي هو ايه؟ بيج. فوتوشوب بيعملها ومش دوته. انا ممكن جيميناي بقى اروح رايح لجيميناي ادي، بس انزل الصوره بقى على الكمبيوتر. كمان عندنا على الموبايل اكيد في ابلكيشن اسمه بيكس ارت، ممكن تكونوا عارفينه. في بيكس ارت وفي ابلكيشنز اصلا على التليفون اسمها بي جي ريموفر، باك جراوند ريموفر، فبتعمل كده برضه. الموبايلات بتعملها دلوقتي. وفي موبايلات الاي اي طبعا اللي موجود في بعض الجاليريز او اللي هي المكان اللي بتسيف فيه الصور، يعني هتلاقوا انه بيتشيل. يعني الدنيا بقت سهله. يعني زمان كان الفوتوشوب بقى كان يقعد الواحد يعمل ايه بقى في الصوره دي؟ يقعد يعلم بقلم، زي اللي بيقصقص حته بسبوسه، بس ايه مش بالمربعات، عمال بقى ايه، وبعدين يروح ايه شايلها. فوتوشوب طبعا حتى دلوقتي بقى جواه اي اي زي ده بالظبط، بيشيل برضو الصوره ان سكند يعني. فاحنا كنا بنعاني زمان، يعني انتوا جايين في عصر السرعه. حطينا الصوره كده محتاجه تعديل مكانها مش موجود اصلا. طب الاول ممكن على فكره اشقلبها، نفليب كده تمشي كده كده مثلا. ففليب بدل ما نقعد نحتاس نقلب وشها يمينها شمال وشمالها يمين، ونجيب الولد ده كده ايه حلوه كده. لا ممكن نودي برضه لكن نودي الكلمات دي شمال شويه. هي حلوه بس الصوره كده ولا المضرب حلو كده. عايزين تجيبوا الكلمات شمال شويه، حاضر، مش مشكله.
انا علمت عليهم لا ما خلاص نعلم عليهم واحده واحده. ناخد دي كده، عايزينها كده وكده. دايما نلاحظ حاجه بقى في الديزاينات بتاعتنا جماليا، لازم يبقى فيه هوامش، لازم يصير هامش كده وفي هامش كده، واخدين بالكم؟ ويعني لازم فيه هوامش، ما نلزقش الحاجه على الحرف شكلها يبقى وحش، وخصوصا كمان لو هتطبع ممكن يصير منها حاجه. بس حتى في ديزاينز السوشيال ميديا برضه هتلاقوا ان دايما الديزاينز عامله ازاي؟ في حروف، في زي التسطيره بتاعت الكراسه زمان كده، فتلاقي هنا في حته متسابه وفي تحت حته متسابه قدها، يعني تحس دايما ان الديزاين ماله في حاجه اسمها سيمتريه. السيمتريه دي عادي زي ما كنا بنسطر الكراسه بنسيب هامش سنتي في اليمين يبقى هامش سنتي في الشمال. كمان في حاجه في التصميمات توزيع العناصر، يعني الصوره الصور والناس والكلام والحاجات لازم تبقى ايه؟ بصوا سايب الهامش هنا قد هنا ازاي، واخدين بالكم؟ اللي فوق هتلاقوا قد اللي تحت، في كلام فوق بس في راجل تحت، يعني عيني مش متضايقه وانا ببص ومش حاسس ان في كفه مايله في النص اللي فوق مثلا، تحس ان الكلام ده كده قد لو انا بوزن قد حجم الراجل. كمان في حاجه اسمها الهوموجينيتي بتاعت الالوان، الاخضرات شايفين؟ واخدين بالكم؟ ففي احنا حتى في اللبس بنليق الالوان على بعض ولا اي حاجه بتطق في دماغنا نضربها من الدولاب، ما عدا ما تدخلوا اتش اند ام. دايما انا بيبقى عندي تدخلوا اتش اند ام هتلاقيهم معلقين الوان في اللبس مالهاش اي علاقه ببعض، عندهم اذواق غريبه جدا في الملابس في اتش اند ام دونا عن كل براندات اللبس. دول مع نفسهم، لكن عادي انا بليق الرمادي على الاسود، في الكحلي على اللبن، يعني ده طبيعي في اللبس، والاحمر يعني. ففي دايما كمان في التصميم لون بيبقى رئيسي اللي هو الاخضر طبعا واضح، ولون تاني ثانوي اللي هو الاسود، ماشي؟ وغالبا الكلام ده كله مين اللي محققه لنا بقى من غير وش؟ طيب المفروض بقى ان انا مثلا اروح جاي هنا تحت مثلا كده برضه معدل دي مخليها مثلا ايه؟ انت مش بتدوس ليه يا جدع انت كده؟ مثلا نقول له ايه؟ او سجل الان مثلا، سجل الان وغير، هفترض بقى انا غيرت ارقام التليفونات دي او كده، ماشي؟ وعايز احط بقى اللوجو ده، طبعا احنا مش كمال اجسام بقى، فهنعمل ايه في اللوجو ده؟ ومثلا هكتب لو انا عايز اكتب مثلا هنا ساجي تنس ستوري ولا حاجه، مثلا هفترض انا عايز احط اللوجو بتاعه هنا، يبقى انا مضطر المره دي بعد ما خلصت، بعد ما جبت القالب من تمبلتس وجبت الولد من elements والتكست المفروض جبناه منين؟ من هنا، بس احنا ما جبناش، بس عادي لو دوست كده هنا هيديني مكان اقدر اكتب فيه مثلا العبها بحرفنه مثلا وايه وذكاء مثلا يعني كده انا عايز اكتب كده. طبعا المفروض تكبر وتبقى في حاجات كتيره، يعني اقول له انا عايز هنا تبقى تبقى لا ليزار هي اخرى، واكبر مثلا يعني او كده لو انا عايز ازود تكست. خلاص انا هدلت. السهم ده يعني ده عادي ممكن نظبط، بس انا كنت عايز اعمل ايه؟ نجيب اللوجو الاول. هنفتح ابلودز، هفترض ان انا بقى اللوجو عندي او بس عندي على الكمبيوتر، اقول له ايه؟ طبعا الاكونت بتاعكم لو جديد ابلودز دي مش هيبقى فيه هنا ولا صوره، انتوا مش محملين حاجه لسه، فاروح بقى رايح على الكمبيوتر عندي وادور مثلا على اللوجو، مفيش لوجوات هنا خالص.
مفيش. اوكي هنا خلاص. ممكن يعني نعمل ممكن مستجاب ده ولا مستجاب. طيب خلاص هنفترض ان احنا جبنا لوجو اهو مثلا، نروح نكليك عليه كده يروح جاي لنا ايه هنا، ونحاول ان احنا نصغره شويتين كده 3 كده، يبقى دايما كده بيصغر ويكبر بنفس الايه الابعاد ما بيغيرهاش. مثلا ظبطت، هفترض ان ده اللوجو بتاع مين؟ بتاع البراند بتاعنا. ماشي، مضايقكم الاخ ده عادي، ممكن ان احنا نجرب. نشوف مثلا هيبقى عامل ازاي، هل هيبقى كده كويس ولا نشيل السهم لو انتوا عايزين ونكبره. ما ممكن ممكن يجيب حاجة تانية، يجيب يعني بقول يعني عادي، بس قصدي هنشيل. ولو انا عايز اجيب مثلا من الاليمنتس الدوائر دي، مثلا لو انا كده دورت هنا هلاقي مثلا عندنا حاجه اسمها ايه دوتس مثلا، هلاقي دوتس كتيره، ممكن يعني اقعد ادور 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 لحد ما الاقيها، هنلاقيها يعني اجلنا او عجلنا نلاقيها. هي طبعا دي بيبقى اسمها ايه عشان تبقوا عارفين، الحاجه المتكرره كده اسمها باترن، نمط، اسمها دوتس باترن. فغالبا هلاقي لما اكتب كده ماشي، الفلتر لازم نفكه، فهنقعد ندور كده، ندور لحد ما نلاقي. لا ممكن بقى نختصر وندور في شيبس، فهنلاقي اكيد اهو اشكال او اخرى من الدوائر اللي نحبها نحطها مثلا ايه هنا او هنا او هنا. فيبقى هي موجوده، انا بس بوريك انها موجوده. ممكن انا مثلا دي يا دوب كده مثلا اروح اعملها كده واحطها مثلا هنا، بدل ما انا شلت السهم وسبت الدنيا فاضيه. ليه السهم يعني عاديه ولا وحشه؟ طب ليه رجع السهم وخلاص؟ لا النقط مهمه، لازم ما تسيبش حته فاضيه كده، يعني هي مطلوب ان انت تحط الحاجه بحيث ان هي ما تتسابش فاضيه كده. بس انا عندي راي بسيط، اللوجو القديم كان يعني مع السهم بيلفقوا مع بعض، انما اللوجو الجديد دي النقطه اللي انت ما خلاص افترضي، اصل ده مش لوجو بجد يعني. انا يعني انتوا بقى ابدعوا في البيت بقى. يعني انا طبعا اللوجو ده ممكن اغير لونه، بس انا يعني هنفترض ان هو لونه كان نفس الاورنج اللي فات. انا بس بوريكم ان انا بجيب ابلود ازاي. انا اصلا هعمل ايه، بس هريحكم خالص. اوعى 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 انت اوعى كده، انت بتوعاش ليه؟ ده احنا هنوعى كتير. بس فين تعالى احنا شلنا بس كمان واحدتين بس كده. احنا البراند بتاعنا اسمه ريمبيرو خلاص. حطينا الولد، ممكن بس نصغر الاخ ده سنه كده زي ما نخليه على الحروف دي على الكتابه كده اهو، لطيف كده. انا كده خلصت الديزاين بتاعي وكتبت ورجعت. لازم نراجع طبعا برضو قبل ما نعمل ايه، قبل ان نسيف. هاجي اقول له سيف، هقول له شير اهي تنسوش، وبعدين اقول له داونلود. لازم اتاكد من حاجتين، واحد ان انا بحفظ التصميم وهو ايه، او بي ان جي. جي بي جي ده تصميم يحفظ كصوره، وبي ان جي يحفظ كصوره برضو، مش حاجه من اللي تحت دول. طب الجي بي جي ريزولوشن اقل وحجم اقل، بي ان جي ريزولوشن اعلى وجوده اعلى ونافع قوي للطباعه، يعني مفيد لو هطبع دايما اطبع كامتداد الصوره يكون محفوظ عندي على الكمبيوتر بي ان جي. فانا ممكن اختار بي ان جي وبعدين اقول له داونلود. يبقى انا شير داونلود كده الصوره بتنزل عندي ايه على الكمبيوتر
نحفظها في الداونلودز كده وبعدين نشوفها بقت عامله كده. ماشي. كانفا هيبقى سهل في ان هو بيساعدني، بس هو هيعمل لي نمطيه في حياتي، ان ما الديزاين ده في حد غيري عمله اكيد يعني، وحد غيري وغيري وغيري، وخصوصا لو انا بلعب في الحتت اللي هي ايه النون بيد كونتنت اللي هو المحتوى المجاني، يبقى انا لازم برضو مع الوقت استخدمه، بس مع الوقت ابتدي يعمل من السكراتش، يا اما ابجريد طبعا، لا مش بس ابجريد، اطور في التصميم يعني. ما هو اللوجو بتاعي لو لونه اصفر يبقى كان ممكن اغير الكتابه دي، اخلي اصفر واصفر اللي في النص هو الابيض مثلا، وبعدين السهم ده ممكن اشيله كنت استعوضه بحاجه تانية تأدي لغرض ان هي بتملى الجزء ده مثلا، ماشي، او حاجه زي كده. اوكي طيب. لسه ما خلصناش اول بارت في شغلنا النهارده عشان انتوا هتبتدوا هتطبقوا دلوقتي، هتعملوا ديزاين دلوقتي. الصوره دي انا عملتها وحفظتها كصوره وهرفعها على انستجرام عندي او فيسبوك كصوره. طب ينفع اعمل لها اعاده تدوير؟ لا، اعاده تدوير احولها لشكل تاني من اشكال المحتوى. المحتوى عندي اشكاله ايه؟ القوالب بتاعته ايه؟ صوره ثابته او محتوى متحرك. ممكن نعملها فيديو ونخلي مثلا السهم بيتحرك، الكلام بيتحرك. احنا ممكن نعمل اسهل من الفيديو لسه، عشان الفيديو هيكون بعد ما نطبق دي. جي اي اف اللي هو الجي اي اف اللي هي الصوره اللي من غير صوت اللي بتتكرر بدايتها ونهايتها، جيفات يعني. فبعلم كده، انا بعلم كده على ايه؟ كل حاجه يعني. انا لما بعلم هنا كده على الخلفيه السوداء دي كل حاجه معايا. الاختيار الثاني او الحل الثاني ان انا اعمل تحديد الكل معايا كله برضه، سيان كده او كده. فهقف هنا وبعدين اقول له كده، هقول له ايه يعني ايه انيميت؟ تحريك. فانا هقول له انا عايز احرك الديزاين ده، هو ثابت لما انا نزلته نزل ايه؟ ثابت اهو. لا انا عايز احركه، فهقول له انيميت، يقول لي اتفضل عندك اشكال كتير تعمل بيها، اختار بقى لحد ما ايه يعني مزاجكم يجي. اقعدوا دوروا قلبوا واتفرجوا على كل الانيميشنز اللي عندهم لحد ما ايه واحد يعجبه. لا ده اي بقى بعد شويه يعني كده. ماشي، اختاروا بقى اي واحد. انا اخترت ده وبعدين اروح قايل له اللي اخترته ده بقى له زمن، ما هو كان الاول صوره ما كانش لها مده، دلوقتي بقى له زمن مدته قد ايه؟ يستحسن ان حركه الصوره تبقى يا دوب قد زمن الجي اي اف عشان الناس ما تملش. هو انا هدف ان انا بحطه ايه على السوشيال ميديا؟ انه بيشتغل ويقعد يشتغل ويشتغل ويقعد يشتغل، فلو الناس اصلا اتفرجت عليه كده اشتغل ووقف كده ايوه وبعدين فالناس هتمل هتزهق، فبنروح واقفين هنا على الثواني دي نخليها مثلا كام ثانيه؟ لا كتير، 3 على فكره، ده بالكتير قوي 2، 1.5 كمان. التحريك بياخد حوالي ثانيه يعني. بص ده شوف ما هي اصلا، لا هي السرعه هي اصلا الانيميشن كده سريع، بس الزمن اللي بتاع اسر. انت لو عندك كانفا بروف تقدر تتحكم في ايه بقى؟ الانيميشن يعني يبقى في الدخول بس ولا الدخول والخروج ولا كده ممكن. ماشي، فاذا انت حابب يعني تخليه في الاثنين او كده، بس ايه هو كده هيبقى سريع. بس انا عايزه يروش الناس اصلا. This is an objective يعني. هخلص التحريك وبعدين اقول له شير برضو وداونلود تاني. المره دي بقى هو فهم ان هو بيتحرك، راح مصدر لي ايه في الاول؟ هو تصدقوه قولوا له احنا عايزين نعمله كايه؟ جي اي اف، وبعدين نقول له داونلود تاني. فينزل عندنا ايه بقى فكره اعاده تدوير المحتوى دي؟ الريسايكلينج دي كونسبت عندنا لان الافكار بتنشف زي النهر ما بيجف والبئر بيجف، فبيقول لك كده معين الافكار نضب، يعني الواحد مش لاقي فكره جديده يعمل بيها محتوى.
فلما الافكار تقل هبقى محتاس. فقال لك بدل ما تقعد تستهلك افكارك كلها، اما تعمل فكره وتعجبك تعمل لها اعاده تدوير، استخدمها مرتين بدل مره مثلا. يعني ممكن ابقى مثلا عملت شويه صور نزلتهم على السوشيال ميديا للمنتج بتاعي، اخدهم احطهم على كاب كات واعمل بيهم فيديو، ده اعاده تدوير برضه. ممكن اعمل اعاده تدوير لمحتوى حد مش انا، شفت بوست كويس عند حد قريته كويس جدا ورحت مش نقله، يعني رحت واخده عامل بيه فيديو، اتكلمت بيه كفيديو، ده اسمه اعاده تدوير برضه. فانا هقول له ايوه سيف يا باشا، بقى عندي المره دي الجيف بالشكل ده كده. هو ما فتحش ليه؟ هو التسجيل وقف امتى؟ هو ليه وقف اصلا؟ هو وقف امتى؟ انا اكيد هو وقف صح ولا شغال؟ هو كده وقف، بس المفروض كان يطلع يقول لنا انا وقفت. ايوه هو لا هو كده هيطلع لي الفيديو، بس هو وقف امتى؟ حد خد باله؟ قبل الجي اي اف على طول. ده ابلكيشن ولا بالجهاز نفسه؟ لا ابلكيشن اسمه فري كام. لما تعمله بالجهاز تسجله بالجهاز نفسه نشوف. بس هو برضو ممكن عشان يا اما السايز يا اما انا دوست يا اما بس انا المساحه اعتقد في مساحه يعني. شفتوا الجي اف بقى عامل ازاي اهو؟ ده البي ان جي، ده الجي اي اف. هيلوب، بيعمل حاجه اسمها لوب يعني لا نهائي. ماشي. طيب. مين بقى فيكم عارف الجيميل والباسورد بتاع الجيميل بتاعه؟ ماشي. اللي عارف يبتدي يدخل على يكتب canva.com على الكمبيوتر عنده. canva.com. الموبايل هيبقى ماشي، عايز تشتغل على الموبايل ماشي، اللي فاتح كانفا على موبايله وعايز يشتغل من الموبايل ماشي، اللي مش فاتح وما عندوش حساب يدخل على الكمبيوتر ويعمل حساب، او لو عنده حساب يحاول يدخل عليه. فبس لازم تبقوا فاكرين الجيميل طبعا يعني وباسورد الجيميل. فهو لو حد دخل يعني عموما حاولوا تجربوا، لان ساعات في اجهزه بيكون داخل عليها جيميل اوريدي، فهندخل على الحساب ده ونكمل عادي. هو بيصور اهو يا جماعه، الراجل بيصور زي الفل اهو. نقفل بقى.